ومن مدرجات بارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية يسعدني أن أروي لكم حكاية مدافع عرف كيف يهاجم ليحقق كل تلك المكاسب الذاتية. فكل من أشرف على تكوينه في مراحل الفئات السنية كان يتنبأ لأشرف حكيمي بالرغم من صغر سنه أنه سيلعب لأكبر الأندية، لأنه كان حكيما في اتخاذ قراراته بعيدا عن الارتجالية، وهذا ما لمسته عبر تجاربه الاحترافية بعد أن ارتدى قميص الريال دون 20 قبل أن ينضم للتشكيلة الرسمية ليعانق مع الميرينغي أهم بطولات الأندية. فحول الوجه بعد ذلك في اتجاه معقل أسود الفيستيفاليا سيغنال إدونا بارك ليبصم هناك على حضور لافت رفقة فريق بروسيا دورتموند ثاني أقوى الأندية الألمانية، قبل أن يغير أشرف حكيمي مسار قطاره وبسرعة قياسية وهو يخترق الأراضي الأوروبية ليتوقف بمحطة جوسيبي مياتزا بمدينة ميلانو الإيطالية. فزود النيراتزوري بحضوره ليتزود قبل الرحيل بخبرة إضافية زادت من قوة إيقاعه وهو يجوب الملاعب الفرنسية، بعد أن وقع لفريق باريس سان جيرمان مقابل صفقة مدوية. فأبدع هناك بالرغم من تواجد ترسانة من الأسماء الوازنة والاستثنائية. فكان من الطبيعي بعد كل هذا النضج وتلك التجارب المتتالية أن يواصل رحلة التألق بقميص الأسود في الملاعب القطرية، بعد أن أثبت للجميع في تلك المسابقة الكونية أنه أفضل لاعب في مركزه في العالم بتأييد وتزكية. فكان بديهياً أن يصبح أشرف حكيمي بعد كل ذلك الحضور وما يمتلكه من شعبية سفيراً فوق العادة لدى الجماهير المغربية. أنا إفريقيا أرض الأبطال وموطن الأساطير الكروية.